طيب ننتقل بعد ذلك إلى يعني مناقشة المنصف. فيقول هذا المنصف: فما معنى أن المسيح هو كلمة الله كما جاء في القرآن؟ أنتم تقولون أن المسيح كلمة الله، وعند النصارى كلمة الله يعني عندهم يعني عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل، ويعني كلام فلسفي يعني لا أول له ولا آخر. فهم يريدون أن يقيموا هذا التفسير على القرآن الكريم، عايزين ياخدوا الكلام الفلسفات بتاعتهم على كلمة الله أو الكلمة، والكلمة مش عارف صار جسدا، وفي البدء كان الكلمة، والكلام ده كله عايزين يطبقوه على القرآن الكريم. وهذا أمر لا تستفيغه لا لغة ولا عقل أن يقيموا هذا الكلام الفلسفي على القرآن الكريم. طيب خلينا نشوف الكلمة ما معناها في القرآن الكريم. فجاء في القرآن الكريم: كلمته ألقاها إلى مريم. قال قتادة: هو قوله كن فكان، كما جاء في تفسير الطبري في الجزء الثامن صفحة 48. وكذلك قال القرطبي: وسمي عيسى كلمة لأنه كان بكلمة الله تعالى التي هي كن فكان من غير أب. تفسير القرطبي في الجزء الرابع صفحة 76. وقال ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه: قال: نحن لا ننكر أنه يسمى بالكلمة لأنه قال له كن فكان، كما جاء في الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح في الجزء الثالث صفحة 255. وقال الطبري: فسماه الله عز وجل كلمته لأنه كان عن كلمته، كما يقال لما قدر الله من شيء هذا قدر الله وقضاؤه، يعني به هذا عن قدر الله وقضائه حدث. طبري الجزء الخامس صفحة 366. قال الراغب الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن صفحة 723: وتسمية عيسى بكلمة في هذه الآية وهي قوله وكلمته ألقاها إلى مريم لكونه موجدا بكن المذكورة في قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كذلك قال ابن كثير: ليست الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى، مش الكلمة نفسها بقت عيسى، وإنما بالكلمة اللي هي كن صار عيسى. بتفسير ابن كثير الجزء الأول صفحة 899. وقال الطاهر بن عاشور: والكلمة المراد بها كلمة التكوين، ووصف عيسى بكلمة يعني وصف عيسى بأنه كلمة مراد به كلمة خاصة مخالفة للمعتاد في تكوين الجنين، أي بدون الأسباب المعتادة. وقوله منه من للابتداء المجازي، أي بدون واسطة أسباب النسل المعتاد على ذلك. ودليله ذلك يعني قول الله عز وجل: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن كل الناس المفسرين اللي احنا نقلنا عنهم الآن، الطبري والقرطبي وقتادة وابن كثير والراغب الأصفهاني وابن عاشور وابن تيمية، كل هؤلاء قالوا إن الكلمة معناها إيه؟ معناها كن فيكون. هكذا هو معنى الكلمة، هكذا هو معنى الكلمة. إما أن يراد بها ما يعبر عن العلم عموما، كما يعني جاء في قول الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، فهذه الكلمات التي تعبر عن العلم. أو أن يقصد بالكلمة كلمة معينة مثل كن فكان، هذه الكلمة المخصوصة. أو يراد جنس ما يتكلم به أو جنس ما يتكلم به الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يكون الكلمة هنا معناها إنسان أو معناها جسد أو معناها شيء يعني هو الله عز وجل نفسه. طيب، هل هذا فقط ما جاء أنه كلمة الله؟ لا، كلمة الله مستخدمة استخدامات أخرى، كقول الله عز وجل: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. كلمة الله أي دين الله عز وجل وشريعة الله سبحانه وتعالى التي عبرت عنها كلمات الله عز وجل في القرآن الكريم. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، والحديث في الصحيحين.
إذن كلمة الله هنا ليس المقصود بها عيسى. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ليس المقصود يكون عيسى هو العليا أو عيسى هو الأعلى. هذا يعني إذن يدل على أن هذا المعنى أيضا غير صحيح أن يفسر إنه كلمة الله معناها هو الله. وكذلك أيضا وتمت كلمة ربك عدلا وصدقا. نعم صدقا وعدلا. فكل هذا يدل على أن كلمة الله هي كلمات الله سبحانه وتعالى التي دل على علمه، أو كلمة معينة قالها الله سبحانه وتعالى وهي كلمة التكوين كن فكان. طيب نقول يعني إذن يعني إيه اختصاصه إنه هو يبقى كلمة الله؟ إنه هنا لم يخلق بالطريقة العادية التي هي من نسل يعني ذكر مع أنثى، وإنما بغير أب، ولذلك اختص هنا بمسألة إنه كلمة الله عز وجل. وإلا فكلنا يمكن أن يوصف بأنه كلمة الله. أنا كلمة الله لأنني خلقت بكن فيكون، وكل الناس خلق بكلمة الله عز وجل، فكلنا كلمة الله. وإنما هنا الإضافة لتميز معين، وهو أنه خلق بطريقة غير عادية.